يا مساء الحلويات على احلى اخوات في الدنيا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنسيش لو انت جديدة في القناة تفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، عشان كل ما انزل فيديو يوصلك الاشعار بتاعي. النهاردة هنعمل الكنتاكي على بصوا يعني على الطريقة بتاعتي، بس ما شاء الله احلى من بتاع بره بكتير. اول حاجة احنا كده كنت غاسلة الفراخ ومخليها زي الفل. تقدر تجيبي الفراخ دي اللي كانت موجودة معايا، كانت الفرخة كيلو وربع. لما بتكوني هتعملي كنتاكي يعني اكبر فرخة ممكن تجيبيها كيلو 600 جرام، كيلو وربع، كيلو. ما تخليهاش اكبر من كده علشان تديكي نتيجة حلوة. عايزة تجيبيها اكبر من كده مثلا موجودة عندك فرخة اكبر من كده وتقطعها 10، بس لما بتكون صغيرة بتبقى احلى. بعد كده بقى هنعمل المحلول اللي هننقعها فيه علشان يعني تسرع التسوية معانا، اللي هو حوالي لتر من المية، معلقتين من السكر، معلقتين من الملح، معلقتين كبار من الخل. طبعا الفراخ غسلاها ومخليها زي الفل زي ما قلتلكوا، بملح وليمون ودقيق وخل وبس. فبقى قلت هنجعها ايه في المحلول ده، انا هنجعها حوالي ساعتين. انت ممكن تنجعيها ليلة كاملة بيبقى احسن، بس انا عشان كنت هعملها في نفس اليوم فانا قعدتها ساعتين بس في المحلول. اهم حاجه طبعا نكون غاسلينها كويس من الزفاره. طبعا زي ما قلت لكم لازم تكون الفرخه صغيره، الفراخ تكون صغيره، يا اما لو الفرخه كبيره ان احنا اللهم صل على سيدنا محمد نقطعها 10 قطع. الفراخ دي كانت صغيره، شايفين بعد ما سبتها ساعتين في التلاجة نزلت طبعا الزفاره اللي فيها. آه، وطبعا بعد ما شطفتها تاني بقى من الميه وحطيتها في مصفى علشان تتصفى. هنعمل بقى اللي هي العجينة اللي هو الخليط اللي بننزلها فيه. معايا ملح، كركم، توابل الفراخ، فلفل اسود، معلقة من الشطة، وحطيت كوباية من الدقيق ونص كوباية من النشا. وطبعا معايا كوباية من المية، مش هنزل بيها كلها مرة واحدة، هنزل بالتدريج احس يعني هي عايزة قد ايه، علشان طبعا عايزين الخليط ما يكونش سايل قوي ولا تخين قوي، علشان بس يثبت على الفراخ، ما يجعش كده من عليها. فعايزينه تجيل شوية، عارفين زي عجينة البان كيك كده. يعني بصوا ابدا ان انا ايه حطيت شويه ميه تاني لغايه ما احس ولا الخليط سايل جوي ولا تخين جوي كده. الخليط شايفين كده السمك بتاعه مظبوط. ده عملنا كده اللي هي العجينه. نعمل بقى التوبنج اللي هو الاخير. معايا كوبايتين من الدقيق ونص كوبايه من النشا ومعلقه كبيره من الكركم ومعلقه كبيره من الشطه وتوابل الفراخ والملح. طبعا ونسيت اقول لكم ان احنا حاطين معلقه صغيره من البيكنج باودر. بحط كله كده في كيس من اكياس التلاجة، وابدا ان انا كده ارجه كده مع بعضيه علشان يختلط كله ايه مع بعضيه. بصوا كده زي عشان لما دي اخر حاجه اللي هي طبقه التغطيه، اخر طبقه. بس طبعا اكيد كده كانت الفراخ اتصفت كويس من الميه. وشايفين بصوا نزلت في الخليط، شايفين مش بيجع من عليها ازاي، ماسك فيها ازاي عشان الخليط تجيل وحلو. شايفين ماسك عليها ازاي. طبعا بيبقى الخليط ماسك كويس طول ما هو انت ظبطاه فبيمسك معاك كويس. بنبقى عايزين نعمل كل حاجه في البيت عشان نبقى ضامنين كل حاجه بايدينا. نحاول الايام دي ان احنا ما نوكلش اولادنا من اكل بره، علشان اكل بره يعني مش كويس، في حاجات مسارتنا وكده. يكتفيكوا شر الحاجات الوحشة يا رب العالمين. فنحاول ان احنا نعمل كل حاجة في بايدينا في البيت. شايفين عطانا الشكل اللي هو بتاع كنتاكي، وكمان احلى والطعم احلى من بتاع من بره بكتير، بس الشكل شبه بتاع كنتاكي بالظبط. طبعا الفرخة طبعا زي ما قلت لكم طول ما هي صغيرة ما بتاخدش وقت معاكي في التسوية، بتستوي كويس، بتبقى كل حاجة فيها حلوة. اهو شايفين عطانا الشكل اللي هو بتاع كنتاكي. ببدأ ان انا بنزل كده في التوبنج. شايفين ما شاء الله الخليط حلو جدا ولونه وكل حاجة فيه ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين. ببدأ ان انا انزل فيها كده قطعة بقطعة،
وببدأ ان انا جايبة طبق جنبي كده وهعمل شوية منهم، عملت جزء منهم. وبعدين حطيت كده الزيت على النار، لازم يكون زيت غزير ويكون سخن جدا. بختبره الاول بمعلقة من الدقيق، اول ما بلاقيها دبت مني بعرف ان ايه اللهم صل على سيدنا محمد، ان هو سخن جدا. لازم يكون السخن بتاع الزيت بتاعي سخن جدا، واكون بعد عني الاطفال عشان محدش يتلسع مني. اول 5 دقايق ببقى معليه النار. آه، اول 5 دقايق ببقى معليه النار، وبعد كده بوطي النار مده تلت ساعه. اللهم صل على سيدنا محمد. بقى مش بغطي الفراخ ولا بعمل اي حاجه، بكتفي ان الزيت هو اللي مغطيها، مبغطيهاش، علشان جربت كذا طريقه ان انا اغطي الكفر اللي عليها بيطلع شايفين مستويه من جوه. بوريكم اللي هي اول حاجه، شايفين لازم ان الزيت يكون مغطيه. بكتفي ان الزيت هو اللي مغطيه، بسيبها حوالي تلت ساعه على النار. بعدين كنت هعمل بقى هنا توميه، نص كوبايه من الميه، عشان بقى نعمل كل حاجه بتاعت كنتاكي، ومعلقتين كده كبار من نشا الذره. وببدا ان انا ادوبهم كده على البارد قبل ما ارفعهم على النار. طبعا ايدي فيهم، ببدا ان انا اقلب علشان يعني ايه، قبل ما تكتل معايا تبقى ايدي فيهم كده علشان ما تكتلش مني. ايدي فيها وابدا اقلب. طبعا بما ان احنا عاملين كنتاكي فلازم نعمل ايه التوميه او الطحينه او اي حاجه طبعا ايه تبقى جنبيها. ماما كانت عامله محشي كرنب، فقلنا نعمل جنبيه الكنتاكي كده تبقى يعني حاجه حلوه. احنا يعني بالنسبه لنا لما بنعمل محشي الكرنب، يا فراخ في الفرن يا فراخ مثلا متحمر، فقلنا ان المره دي ان احنا نغير ونعملها ايه كنتاكي. طبعا اهي بعد ما بردت آه هبدأ ان انا احطها كده في الكبة. معايا فصين من التوم، معلقة صغيرة كده من الملح، ومعلقة كبيرة من الخل، وحوالي معلقة كبيرة برضو من الزيت. ابدأ بقى ايه حطيتهم كده في الكبة وضربتهم. شايفين نازلة سايلة وما شاء الله جميلة جدا، وتبقى حلوة كمان مع الحاجات المشوية، مع الكنتاكي، مع الشاورما. صراحة بتبقى حلوة، انا بحب اعملها لما بكون عاملة يا شاورما يا كنتاكي. شايفين ما شاء الله، هي الكاميرا ظالمة اللون، هو اللون على فكرة افتح من كده. اهي التومية، وعايزه اوريكم الفراخ من جوه مستويه وما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم، وما تنسوش تعملوا لي لايكات كتير كتير علشان الغيبه اللي غبتها عنكم دي. ويلا مع السلامه، واشوفكم في فيديو جديد على خير.